والدوله كذلك كتحرص ان اللي كتسالها يعني خصها ترجعوا يعني المقاولات باش الناس تشتغل. فهذه كلها يعني امور الحمد لله اللي هي جد ايجابيه، اللي كتخلي ان بلادنا غدا في الطريق الصحيح، وبانه كاين واحد الانتعاش اقتصادي. وما يعني زعما صعيب شي واحد يقول لا. هزوا راسكم على القوات اللي كاينين في وسط البلاد وشوفوا كيفاش الناس كتشتغل، والبناء وراه ما كيلقاوش الناس الان. يعني الفلاحه ما كيلقاوش الناس اليوم اللي يشتغلوا في البنيه، راه ما كيلقاوش الناس اللي يشتغلوا دي فوا في الاستاد وفي هذا ما كنلقاوش العمال اللي كاينين. وهذا الشيء خصو يعني نفتحوا عليه واحد النقاش باش نشوفوا شنو هما الامكانيات باش نمشيو. وحنا يلاه هذا الشيء بدا كيسخن، زعما مشاريع كبيره جايه في المستقبل من هنا ل 2030، وخصنا الامكانيات وخص الناس يكونوا في سميتو. فلهذا نحن نشتغل بجديه. الحمد لله انه داك الشيء اللي قال لنا سيدنا نديروه في الوسط الاجتماعي حنا كنزلوه وكنزلوه بجديه وكيوصل للمواطنين. هذا اهم حاجه اللي كتعمل مجهود مالي كبير بهذه الوصفه. هذه خاصك تكون مأكد بان الاقتصاد ديالك واقف على رجليه، وبان الناس كتستثمر، وبان الناس كتخلص الضرائب ديالها، والناس كتسير للامام. وانا كيظهر لي بانه المواطن المغربي ولا المقاوله المغربيه اللي كيشوف هذا العمل وبغى يشوف المعقول، وكيشوف بانه الفلوس ديال الدوله فين كيمشيو وكيفاش كيتصرفوا، كيفاش البلاد تسير الامام، كيفاش المدن ديالنا كتغير الوجه ديالها، كيفاش يعني هاد الضعفاء كيوصلوا لهم هذه الامكانيات بالفضل ديال سيدنا. فيعني ان الكل كيساهم. وانا متيقن بانه هذه الوتيره سنين بعد السنين ما تبقاوش تشوفوا لا فورمين ان شاء الله في هذه البلاد. نشكر لكم.